في الأول حابب أقول مبروك لكل الناس اللي أخدت اللايسنس مني مدى الحياة على الإضافة اللي كنت نزلتها يوم الخميس اللي فات. طبعا الإضافة دي تمنها 1000 جنيه، في 4 أخدوها بشكل مجاني مدى الحياة. وطبعا العرض ده ل10 أفراد، يعني في 6 تاني ممكن يكسبوا الإضافة دي. فلو انتم مش عارفين أنا بتكلم عن إيه، روحوا شوفوا الدرس اللي نزل يوم الخميس اللي فات على القناة. لكن دلوقتي انا جاي اتكلم معاكم على حاجه مبهره وجامده جدا لكل الناس اللي بتخاف من ادوبي افتر افكتس، او لكل الناس اللي عندها مشاكل في الدايناميك لينك. يعني في ناس بتحب تستخدم الافكتات اللي موجوده على ادوبي افتر افكتس بس مش عارفه ازاي، وفي ناس بتخاف منه، وفي ناس مش عارفه تستخدمه. النهارده جاي اقول لك ان انا هخليك تنقل كل الافكتات والبريسيتس اللي انت عايزها من ادوبي افتر افكتس وانت جوه البريمير، يعني مش هتتنقل من مكانك، مش هتعمل دايناميك لينك ومش هتعمل اي حاجه، هتاخد كل اللي انت عايزه جوه ادوبي بريمير برو. فمفاجأة جامدة جدا، والمفاجأة الأجمد كمان إن الموضوع ده بشكل مجاني تماما. فمستني إيه؟ جهز مشروبك وتابع الدرس ده لغاية النهاية. يا أهلا بيكم يا شباب. النهارده انا جايب لكم طريقه مبهره جدا تنقل بيها كل الداتا بتاعه الافتر افكتس، الافكتات والبريسيتس وكل اللي انت عايزه من الافتر افكتس جوه ادوبي بريمير برو. هتقول لي ايوه عارفين الطريقه ومش جديده، هي فكره الدايناميك لينك. هقول لك لا، مش هاجي عند الدايناميك لينك تماما، ولا هخليك تعمل دايناميك لينك. انا هخليك تستخدم كل الافكتات والبريسيتس اللي جوه ادوبي افتر افكتس جوه البريمير. هتقول لي هتلخبطنا ليه؟ مش هلخبطك ولا حاجه، تابع الدرس ده لغايه النهايه علشان تفهم. بس عايز اقول لك على حاجه، ان انا مقسم لك الدرس ده تحت الفيديو تحت كده، لو حبيت تشوف جزء معين تقدر تشوفه، ولكن نصيحتي دايما انك تشوف الدرس كله علشان تقدر تستفيد باقصى استفاده. طيب تعالوا ننزل البريمير. سيبنا من البريمير دلوقتي، كل اللي انا هعمله ان انا هنزل اضافه بسيطه مجانيه وهنستخدم من خلالها كل افكتات الافتر افكتس. طيب هعمل ده ازاي؟ هاجي على الكرييتيف كلاود. طبعا كلنا عندنا كرييتيف كلاود وعارفينه، طبعا تقدر تنزل الاضافه دي من غير كرييتيف كلاود، ولكن اسهل لك يعني عن طريق الكرييتيف كلاود. هتدخل على الماركت بليس من هنا كده، وهتيجي تدخل على القسم بتاع البلجنز اللي موجود من فوق، وهتيجي تعمل سيرش كده على اضافه الموشن برو. هتقول لي يا عم عارفينها واستخدمناها كتير قبل كده. هقول لك انه في حاجه انت مش عارفها في الاضافه دي. تعال بص كده، خلينا نكتب موشن. هيطلع لنا كلمه موشن برو على طول هنا كده، وهتطلع هنا بالمنظر ده. لو جيت عملت ليرن مور هتلاقيني ان انا عامل لها انستول قبل كده. عندك انت لازم تعملها انستول لو انت مش مسطبها عندك او مش منزلها عندك، لكن انا منزلها فمش محتاج ان انا انزلها تاني. دي اول حاجه هنعملها معانا. طبعا لازم تكون قافل ادوبي بريمير برو، باكد عليك، علشان الاضافه دي لازم تتسطب وانت قافل البريمير وبعد كده تفتحه مره تانية. طيب خلصنا من الجزء ده، خلاص الموضوع بعد كده سهل جدا. كل اللي انت هتعمله بعد كده ان انت هتدخل على الموقع اللي هتلاقيني سايبه لك في صندوق الوصف او في الديسكربشن، الخاص باضافات الموشن برو. كنت شرحت كل الحاجات دي قبل كده، بس ما شرحتش الاضافه دي بالذات اللي انا جاي اكلمك عليها النهارده. لو انت عايز تشوف الدرس كامل عن اضافات الموشن برو خطيره جدا، هسيبها لكم دلوقتي في الاي اللي هتظهر من فوق. طيب بعد ما دخلنا على الموقع ده هندخل على البرودكتس اللي موجوده من فوق، وندخل على التولز هنا كده، وركز معايا علشان تعرف تنزل الاضافه بشكل مجاني. هتنزل تحت كده هتلاقي في حاجه اسمها ادفانسد بريمير برو، وهنا بيقول لك كده ترجمه الكلام اللي هو مكتوب، يعني بيقول لك ان انت هتنقل كل الافكتات والبريسيتس اللي جوه الافتر افكت على البريمير، مش محتاج تروح للافتر افكتس تاني علشان تعمل حاجه. تمام، حلو جدا. هاجي هنا كده هقول له اكسبلور مور. تمام، ركز معايا. هتيجي هنا كده، اوعى طبعا شايف هو ديفولت يعني عامل سيلكت على المربع ده او المستطيل ده، انت هتعمل على الفري، هتاخدها بشكل مجاني. هتقول له اد تو كارت. خلاص لغايه كده الدنيا تمام. هتكتب هنا الايميل بتاعك زي ما انا كاتب كده. بعد كده هتيجي هنا كده وتكتب زيرو. حلو حلو خلاص. وهتيجي تقول له هنا جيت. هيقول لك عايز تضيف اضافه تانية ب $68 او $40. قول له لا، انا عايز اعمل ده من غير ما اضيف الاضافه دي. هتلاقيه على طول فتح لك الاضافه بتاعتك، بقت موجوده عندك، تقدر تعمل لها داونلود بالشكل ده. تمام. وبعد كده هتلاقي مكتوب هنا اللايسنس كي. طبعا انا مش هخبيه لانه يعني عادي تقدر تستخدمه، ولكن اوعى تستخدم اللي انا ظهر قدامي، لانه لو انت استخدمته فده بتاعي فهيقفل الاضافه عندك، وعندي محتاج اعملها تاني. فكل واحد يعني ده لايسنس مجاني، فانت تقدر تاخده زي ما انت عايز، فكل واحد يعني يستخدم الاضافه دي باللايسنس بتاعته هو. دي برضو معلومه مهمه جدا. طيب خلينا ننزل ده كله كده تحت. بعد كده هندخل على ادوبي بريمير برو، وبعد كده هتيجي على ويندو، هتيجي على الاكستنشنز، وهتيجي على الموشن برو اللي انت ضفتها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا هتفتح معاك بالمنظر ده. هنا بيقول لك
هتضيف بقى الاضافه اللي انت جبتها اللي انت نزلتها اللي هي الادفانسد بريمير برو. هتيجي تعمل ايه؟ هتعمل انستول باكج بالشكل ده، وتيجي تعمل سيلكت باكج او تسحبها وترميها على طول على الاضافه. طيب خلينا نعمل سيلكت باكج بالشكل ده، ونيجي هنا كده ادي الادفانسد بريمير برو والامتداد بتاعها MBR بالشكل ده. بعد كده هتيجي تعمل اوبن بالشكل ده وتستنى عليها لغايه ما تخلص ونشوف بعد كده. طبعا خلينا نجيب اللايسنس بتاعتها علشان نكتبها برضو. لازم تجيب اللايسنس بتاعتها. بص كده ده اللايسنس بتاعي الخاص بيا اهو، انا باخده كده كوبي. وطبعا خلينا لغايه ما يخلص ونشوف هنعمل ايه. طيب اول ما خلص هو ما كملش حاجه، الموضوع سريع جدا. اول ما خلص جاب لي هنا كده ان انا لازم يعني اعمل ادخل اللايسنس بتاعتي. فهاجي هنا كده واقول له بيست، طبعا اللايسنس اللي انا اخدتها قدامكم دلوقتي، وهقول له تشيك كود. وبصوا كده الموضوع مجاني تماما، ما دفعتش اي مليم اهو الاضافه عندي اتضافت بالمنظر ده. تعالوا بقى نشوف ايه المميزات الخطيره اللي موجوده في الاضافه دي. وتعالوا دلوقتي نعرف ايه اللي موجود في الاضافه دي، او بمعنى اصح ايه اصلا اللي مش موجود في الاضافه دي، لان موجود فيها كل حاجه خاصه بادوبي افتر افكتس زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انا هشرح لكم كميه حاجات بسيطه، شايفين كميه حاجات بسيطه، متخيلين الكلمه؟ فطبعا من كميه الحاجات الرهيبه اللي موجوده في الاضافه دي، خلينا نشوف مثلا حاجه بتعجب الناس كلها، وهي تاثير الويجل اللي ما نقدرش نعمله بادوبي بريمير برو، او الشيكي كامل اللي الناس بتسالني عليه كتير جدا كل ما يلاقوني بستخدمه. تعالوا نشوف ده بيتعمل ازاي. خلينا نفتح كده الحاجات. انا جايب شويه داتا علشان اجرب الحاجات دي عليها. خليني بس انقلها احطها هنا كده علشان ناخد على طول ونجرب. وهبتدي افتح كده الاضافه بتاعتي. طيب انا عندي لوجو مثلا زي كده، فهبتدي ان انا اضيفه هنا، وهبتدي اجي على الافكت كنترولز وهصغر اللوجو بالشكل ده. انا دلوقتي عايز اعمله تاثير الويجل اللي موجود على ادوبي افتر افكتس. فكل اللي انا هعمله لو دخلت على البريسيتس اللي موجوده هنا مثلا، بلاقي في حاجه اسمها الشيك. لو دخلت عليها بيقول لي 2D وهنا كده 3D، شايفين؟ طيب حلو. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا لازم اكون عامل سيلكت على الحاجه اللي انا عايز اطبق عليها التاثير ده، وبعد كده هاجي مثلا على 2D وهقول له ابلاي، وخلص الموضوع. هنا في تريكايه مهمه جدا، هو ضاف لك دلوقتي فيديو تاني فوق الفيديو ده معمول له نيست بقى، يعني ضاف لك زي فولدر كده معمول له نيست. فانت لو كده امسح ده لانك ممكن تتلخبط، امسح ده او اقفله لان ده ملوش لازمه خلاص، هو ضاف اللوجو جوه النيست هنا. لو جيت عملت بلاي، بص اللوجو بيحصل فيه ايه. طيب هنا مفيش ان انا اقدر اتحكم فيه، ولو دخلت في البروبرتيز ما اقدرش اتحكم في الحاجات دي. عايز اقول لك بقى بص التريكات التانيه اللي موجوده. كل اللي انت هتعمله ان انت هتضغط هنا تدخل جوه النست، هيفتح لك بالشكل ده، هتلاقيه تقدر تتحكم فيه من جوه القائمه بتاعه البروبرتيز. او لو انت في نسخه قديمه من ادوبي بريمير برو قبل 2025 هتتحكم فيه من خلال الاسينشال جرافيكس. ركز معايا. طيب لو حبيت اخفف الحركه بتاعه الويجل اللي بتحصل دي، هاجي هنا على الاكس واخففها، هاجي على الواي واخففها، وهاجي على الانجل كده واخليها بالزاويه قليله. بصوا كده لو طلعت بره، شايف؟ اعمل بقى تأثير الويجل زي ما انت عايز، على فيديو، على صورة، على اللي انت عايزه. التأثير الخطير اللي الناس بتسألني عليه موجود اهو قدامك بدون ما تعمل دايناميك لينك وبدون ما تروح لأدوبي افتر افكتس. عايز انبهار تاني؟ تعال اقول لك. بص كده، تعال شوف حاجة الناس كلها بتحبها جدا. لو انت بتعمل شرح لحاجة معينة، وليكن مثلا بعمل شرح لشاشة البريمير، اقدر اضيف له الكاميرا بتاعه الافتر افكتس بمنتهى البساطه. بص كده لو جيت هنا دخلت على الكاميرا دي، الكاميرا بتاعه الافتر افكتس نفسها، لو جيت هنا ضفت الكاميرا، كل اللي انا بعمله بضغط على الصوره دي بقول له ابلاي هنا كده، ونفس الطريقه بنستخدمها طول الوقت. هاجي اقفل الصوره دي او الفيديو ده، وادخل هنا على النست وتحكم في الكاميرا زي ما انت عايز من خلال قائمه البروبرتيز. بص كده تقدر تعمل زوم اوت، تقدر تعمل زوم ان، تقدر تدور الكاميرا تلفها. بص لو نزلت، بص كميه انا مش عارف طبعا ده كله صعب ان احنا نشرحه في درس واحد يعني، ولكن بص شايف الروتيشن ده مثلا لو عملت كده، شايف بيعمل ايه؟ شايف الناس بقى اللي بتحب الطريقه دي في الشرح، لو انت عايز تعمل كده تميل تعمل. وعلى فكره كل ده ينفع يتعمل له انيميشن، ولكن ده مش هينفع في درس واحد اشرح كل الطريقه دي. يعني ينفع ان انا اميل الكاميرا والفها كانك ماسك افتر افكتس بتتحكم فيه من جوه ادوبي بريمير برو. فالموضوع تحفه جدا. تعال اقول لك على حاجه مبهره جدا في الافتر افكتس ونقدر نستخدمها بمنتهى البساطه هنا، الناس بتنبهر بيها جدا. لو انت عايز تعمل لمعان لحاجه معينه، او عايز تعمل مثلا، بص من غير ما اتكلم كتير كده، بص معايا. انا عندي لوجو زي كده وحبيت ان انا انزله اهو، وطبعا انا كنت قافل العلامه بتاعت العين دي، خلينا نفتحها كده. انا عايز اعمل اللمعه اللي بتحصل في اللوجو ده اللي بتتعمل في الافتر افكتس. طيب هلاقيها فين؟
نفس الاضافات بنفس الاسماء هتلاقيها موجوده هنا. يعني لو دخلت على الجنريت هنا كده ونزلت بصوا كل الاضافات قد ايه. لو نزلت تحت كده شايفين اللمعه اهو اسمها لايت سويب اهو. لو جيت هنا كده ضغطت على اللوجو ده وضغطت على ابلاي كده، استنى يا معلم وبص اللي بيحصل، هو بيجيب لك كل حاجه موجوده قدامك اهو. طيب ضاف اللايت سويب. طيب خلينا نقفل ده وخلينا نعمل بلاي. شايفين؟ طيب عايز اتحكم، شايفين اللمعه بضغطه زرار، انا ما عملتش اي حاجه. طيب لو دخلت هنا اهو اقدر ادخل هنا واقدر ادخل على البروبرتيز هنا كده ونقدر نتحكم فيها زي ما احنا عايزين، في الحركه في الانتنسيتي بتاعتها زي ما انت عايز. يعني بص كده الانتنسيتي دي القوه بتاعه اللمعه، انا مثلا عايزه يلمع بالطريقه دي اهو. الايدج اللمعان بتاع الاطراف اللي موجوده هنا تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه، كل حاجه شغاله. انا بجرب معاكم وانا بلعب، يعني قاعدين نلعب كده ونشوف ايه اللي بيحصل. شايفين كده الرينج بتاع التايم لاين نقدر نزوده ونقلله. بصوا كده اللمعه حصل فيها ايه، شايفين؟ طبعا انا سرعت الحركه شويه. الموضوع تحفه جدا. تيجي نجرب حاجه تاني، نجرب حاجه تاني. الحاجات اللي بتضاف مع الذهب والحاجات دي بتخليه شكله فظيع جدا. بصوا كده تأثير انا بحبه جدا. لو جيت مثلا على حاجه زي ده اهو، تمام. بص التأثيرات دي عمرك ما تلاقيها على ادوبي بريمير برو ولا تعرف تعملها، لازم تعمل دايناميك لينك او لازم تعملها على الافتر افكتس. في حاجه اسمها لايت ريز، شايفين لايت ريز دي؟ شايفين اللمعه اللي بتحصل دي؟ لو جيت هنا قلت له ابلاي بيقول لي انت مش عامل سيلكت على الفيديو اهو. كويس ان دي حصلت عشان تبقوا عارفينها برضو. لو جيت عملت سيلكت كده واستنى شويه لغايه ما ضافوا. بص بقى اللي حصل دلوقتي، كل اللي انا هعمله هقفل ده زي ما اتفقنا وهدخل هنا وهاجي على ده وادخل على البروبرتيز من هنا كده. طيب انا دلوقتي مش شايف الرينج بتاعي، يعني مش شايف النقطه اللي انا بحطها، انا مش شايف النقطه اللي بحطها اللي بتلمع قدامي. فهاجي اعمل ده ازاي؟ بيقول لك هنا كده في حاجه اسمها شو سنتر، لو ضغطت عليها دي النقطه اهي، شايفين ظهرت معايا. فكل اللي انا هعمله ان انا لو حركتها كده، بصوا شايفين اللمعه اللي بتحصل في الذهب؟ بصوا دي لو عملتها في فيديو قدامك، يعني بص تخيل كده تقدر تحركها. بس طبعا لو عايزين ازاي نقدر نحرك الكلام ده من جوه الاضافه دي نفسها قولوا لي، علشان دي عايزه درس تاني لوحده، ده الموضوع كبير جدا. هنا كده قوه اللمعه بتاعتك، بص شايف قوه اللمعه؟ بص كده تقدر بقى تخليها، طبعا طول ما الذهب بيلف قدامك كده هتلاقي الموضوع شايف بيعمل ايه؟ شايف؟ والموضوع سريع. انت يعني الدايناميك لينك بيكون بطيء جدا اصلا في الشغل، بص الموضوع هنا سريع ازاي. فتحفه، انا مش عارف ايه الموضوع ده، يعني الموضوع خطير جدا. تعال اقول لك على حاجه فظيعه جدا. الناس كلها اللي بتستخدم الكروما عارفين كويس جدا قوه الكي لايت اللي موجود في ادوبي افتر افكتس، وكلنا عارفين انه الالترا كي قوي في ادوبي بريمير برو، بس عمره ما يوصل للكي لايت اللي موجود في الافتر افكتس. عندك هنا موجود، بقول لك كل الافكتات، انا بس بفتح عينيك على الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها. تعالوا في الاول كده انا جايب فيديو فيه كروما بالشكل ده، وكلنا عارفين طبعا الفيديوهات اللي فيها كروما وفيها شعر بتكون صعبه جدا وانت بتشيل الكروما منها. فخليني احط مثلا الالترا كي في الاول اجربه كده ونشوف هيعمل ايه. لو جيت هنا كده على الافكتس الموجوده وابتديت ان انا اكتب الترا، بص كده الترا كي، وابتديت احطه هنا كده وهدخل على الافكت كنترولز وهنزل تحت وهختار من هنا كده اللون الاخضر. طبعا لو لاحظنا بصوا كده الحاجات اللي موجوده هنا، بصوا الشعر عامل ايه. لو دخلت زوم كده بص الشعر عامل ايه، شايفين؟ طيب انا ضفته بدون ما اعمل اي تعديلات عليه. خليني الغي ده وخلينا بقى نستخدم الكي لايت بتاع الافتر افكتس ونشوف النتيجه شكلها ايه. لما اجي هنا كده، طبعا لو انت يعني مش عارف مكانه فين موجود الكي لايت، طبعا هو موجود في الكينج، بس قصدي لو انت مش عارف مكانه هتيجي هنا كده وتكتب الافكت اللي انت عايزه بتاع الافتر افكت مش بتاع البريمير، ما تتلخبطش. بص كده كي هيطلع لك على طول الكي لايت اهو. هتيجي تضغط على الفيديو وتقول له ابلاي، وزي ما اتعودنا دايما اهو برضو هيضيفه لك بنفس الطريقه. بص كده هتيجي هنا كده وتقفل الفيديو الاساسي وتخليك في النست اللي معمول. طيب هتدخل عليه بالمنظر ده وتيجي تضغط عليه بالشكل ده وتدخل على البروبرتيز هنا كده وتيجي، انا اسف لو بشرح بسرعه بس الموضوع يعني كبير جدا، انا عايز اخلص كل الاضافات مش هقدر طبعا في درس واحد. كل اللي انا هعمله ان انا هختار اللون الاخضر، بصوا كده. طيب بص النتيجه اللي طالعه، شايف التاني كان شكله ايه؟ بص هنا النتيجه اللي طالعه ده يعني بدون ما العب في اي حاجه. فطبعا قوه الكي لايت هنا خطيره جدا زي ما احنا شايفين اهو. خلينا نعمل فيت، بصوا كده الكي لايت عامل ايه.
خلي بالك من التقطيع اللي حصلت دي مش عيب في اي حاجه، ده علشان مش معمول له ريندر بس. لو انا رندرت، يعني ارندر اللاين الاحمر اللي انت شايفه قدامك ده معناه مش مترندر الفيديو او الافكت تقيل شويه. فلو عملت ريندر مفيش اي حاجه هتحصل، يعني التقطيع اللي بتحصل دي لو انا عملت ريندر كده مفيش اي حاجه هتحصل. بصوا كده، هنسيبه يرندر اهو عشان برضو ما تقوليش اصله ده في مشاكل. الموضوع شغال سموث جدا، انا مجرب كل الحاجات دي قبل ما اطلع واقول لكم عليهم. بصوا كده، ده بقى ولا الالترا كي؟ شايفين القوه بتاعت الموضوع عامله ازاي؟ تعال اقول لك على تطبيقين عمليين كده فظاع جدا جدا، لدرجه انت اللي هيشوف اللي انت عملته ده مش هيصدق ان انت عامله بادوبي بريمير برو. ليه؟ لان احنا حاطين الافتر افكت جوه البريمير. بص معايا كده، انا هجيب دلوقتي صوره لخريطه اهو، هحطها هنا. صوره، دي صوره اهي، تمام. عايز اعملها كره ارضيه بتلف. طب وايه يعني، ما انت معاك الافتر افكتس موجود هنا. كل اللي انت هتعمله هتيجي تكتب سفير، بص كده اهو، هيطلع لك الشكل المدور اللي انت شايفه قدامك ده. هتيجي تعمل ابلاي كده، ماشي، واقفل بعد كده دي زي ما اتعودنا. بص كده اللي حصل، اقفل اللي تحت. شايف الكرة اللي طلعت دي؟ عملت كرة أرضية من صورة. طيب ندخل على البروبرتس هنا كده، نيجي على الراديوس دي، نبتدي ان احنا نقللها كده. شايف يا معلم؟ طيب لو انا عايزها تلف معايا نقدر نوديها كده ونقدر نجيبها نرجعها تاني. طب لو عايزه تلف معايا هاجي على الروتيشن اللي موجوده من هنا، وطبعا دي كلها نقدر نعمل لها انيميشن. بصوا كده، شايف؟ طبعا هي مفتوحه من تحت اهي، ما نلفهاش كده. دي ليها حل برضو على فكره، بس لو انا عايز الفها كده اهو تفضل بتلف عندي. انت عملت 3 دي جوه الادوبي بريمير برو. بص كده، طبعا التقطيع دي زي ما اتفقنا دي مشكله الريندر اهو. تقدر تخليها تتحرك طول الوقت بالشكل ده، اعمل فيها اللي انت عايزه. تغير الاضاءه، طبعا الناس اللي شغاله على الافتر افكتس عارفين انا بقول ايه. تغير الاضاءه، تجيبها الناحيه الثانيه، تحط كواكب جنبها تاني، تعمل حاجات 3 دي زي ما انت عايز. بقى انت عندك كل الافكتات موجوده زي ما هي قدامك كده. طيب افكت تاني خطير جدا هو البارتيكولار. الناس اللي شغاله على ادوبي افتر افكتس عارفين قوه البلجن ده او قوه التاثير ده. تعالوا نشوف مثلا، انا هقول لك كده على فكره يعني بسيطه جدا عبيطه يعني، ولكن انت استخدمها بعد كده زي ما انت عايز. بص كده، عندي فيديو زي كده، شخص بيحاول يعني يطفي الشمع كده فراحت منوره تاني فقعد يضحك، فعايز اعمل حركه كوميديه كانه حد بيضحك مثلا ولا حاجه. فهنيجي نعمل كده مثلا، اكتب وورلد اهو، وورلد عشان كلمة بارتيكل صعبة شوية. اكتب وورلد هيطلع لك التأثير ده. هتيجي تضغط على الفيديو ده وتحطه كده بالشكل ده. لغاية كده الدنيا تمام؟ الدنيا تمام. بص بقى اللي هيحصل دلوقتي، ضفت التأثير بتاعك، اقفل الفيديو الأساسي وادخل على ده. ماشي؟ هو هنا اللي بيطلع علامة الام اللي هو الموشن، تمام؟ بصوا كده اللي بتطلع العلامه دي اللي بتطلع هي علامه الموشن. انا ممكن اغيرها باي ايموجي تاني. طيب ازاي الكلام ده؟ خلينا ننقل الجزء ده هنا كده. انا جايب هنا فولدر في ضحكه مثلا زي كده وعايز احطها مكان الام دي. فهاجي ادخل على فين البروبرتس هنا اهي، ادي البروبرتس اهي، وهنزل تحت كده. وتعالوا نشوف هنا كده هنضيفها فين 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 فين. هندور على الكاستم تكستشر هنا كده، هندخل عليها بالشكل ده، وهنيجي ننزل تحت بالشكل ده، ونيجي نختار التكستشر لاير. هنا مديني حرف الام اللي هو اللي بيطلع. لو انت عايز تغيره باي حاجه خلينا نحط مكانه الضحكه دي. بصوا الضحكه هي اللي طلعت، شايفين؟ انا عملت يعني شغلانه بضغطه زرار. عايز اغير الطلوع بتاعها بقى، اتحكم فيها زي ما انت عايز. بص تعالى اتحكم فيها زي ما انت عايز. التايم بتاعها تقدر تتحكم فيه. في حاجه هنا كده اسمها ايه، تعالوا ننزل تحت. عايز ادور معاك على مثلا لا مش السايز، عايزين نغير فيها الفيزيكس اهي. الفيزيكس دي تقدر تختار من هنا شكل مختلف كده مثلا، فيطلع بشكل مختلف. تقدر تتحكم مثلا في الارقام. بص يعني الموضوع كبير جدا. هنا تقدر تتحكم في الكميه اللي طالعه من الضحكه دي. شايف هو كررها لك ازاي؟ تقدر تكتب واحد مثلا فيطلع كميه صغيره بالشكل ده. وطبعا لما بترندر الموضوع بيكون مختلف تماما. شايفين يعني الافتر افكتس بقى في جيبك، بقى في ادوبي بريمير برو، لا محتاج دايناميك لينك ولا محتاج اي حاجه خالص. مستني ايه تاني يعني؟ لسه ما اشتركتش في القناه ازاي ولسه ما عملتش لايك للفيديو؟ مش عارف. يلا انزل دلوقتي لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك للفيديو وشيره في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. واللي ما اشتركش في القناه براحتك طبعا، لانه اديك شايف اللي بيحصل في القناه.
يلا انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وطبعا بحب دايما يا شباب انكم يعني تكتبوا لي في الكومنتات كده ايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكمش، وهل كنتوا عارفين الاضافه دي قبل كده واستخدمتوها ولا لا. شكرا لكم يا شباب، واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو.